أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. عايزة تاكلي أجمل لحمة راس بطعم اللحمة الكندوز أو اللحمة الشمبري، اللي هياكلها مش هيعرف خالص إن هي لحمة راس. شوفي تكاتي وشوفي خطواتي اللي هعملها، وهتاكلي اجمل لحمه وهتشربي اجمل شوربه. انا عملتها طاجن، ممكن بقى نخليها مسلوقه ونشرب الشوربه بتاعتها. ممكن تعملي الطاجن، هي في كل حالاتها طعمها تحفه، هتعجبك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. رمضان مبارك وكريم عليكم كلكم ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف لحمة الراس الهايلة دي هتتعمل ازاي. اهم حاجة حبايبي، نشتري اللحمة من جزار يكون مضمون وعارفين وضامنين مبيعاته. واهم حاجة كمان ينقلنا القطع الحمراء الحلوة اللي انتوا شايفينها دي اهم حاجة. وبعد كده قولي بقى، يعني هي بيبقى فيها حاجات زيادات كده ننضفها ونتخلص منها. انا غسلتها وهي سليمة زي ما انتم متعودين وقطعتها. نعمل اهم خطوة، الخطوة اللي هتحولها لنا فعلا للحمة بلدي بجد بجد. الخطوة اللي احنا هنعملها دلوقتي دي، غليت مية ونزلت عليها بمعلقة طحينة مليانة، معلقة كبيرة مليانة، وعصير ليمونة، وبنزل بالقشر زي ما شفتوا، وطماطمية مبشورة. التلات حاجات دول مش ممكن كل فواكه المذبح زي ما قلت لكم قبل كده نعمل الخطوة دي. اغليها بقى كده حوالي 3-4 دقايق 5 دقايق، هتتخلص من كل الروايح اللي مش مستحبة، هتخليها لك اجمل لحمة واجمل شوربة. واطلعها زي ما انت شايفة بقى كده، بطلعها وعلى حنفيتي السخان حالا. ما ينفعش نغسلها بمية باردة، طالما حطيناها في مية سخنة يبقى ما ينفعش نحطها في مية باردة. ونبتدي بقى ايه، نغسل اللحمة بتاعتنا حلوة قوي. وغليت مية، وانزل بقى باللحمة بتاعتي تاني بعد ما غسلتها. انزل باللحمة، شايفين الجمال. ومعايا الاضافات، معايا كام حباية كبابة صيني او البهار الحلو، ومعايا المسمار اللي هو القرنفل، ومعايا فص مستكة، وغسلت ورق لوري، والفلفل الاسود والحبهان طحنته مع البصل في الكبة زي ما انتم متعودين التكاية اللي انا بعملها. ونزلت بقى بالاضافات بتاعتي، وهنزل بالبصل، ومعاه زي ما قلت لكم الفلفل الاسود والحبهان، وقطعت طماطمايه اهي نزلت بيها. الاضافات البصل بتاعي اهو. الاضافات دهيت مش قادره اقول لكم بتخلي اللحمه طعمها جميل قد ايه، بجانب خطوه الغسيل اللي احنا عملناها قبل كده. شايفين الميه بيضه وجميله ازاي، لا فيها ريم ولا فيها اي حاجه. وتخلصنا من ريحه الفواكه المذبح، اللي بياكلها هو اللي عارف. هتخلصك من كل ده وخلاص. اللحمه بتاعتي غلت، اغطيها وانقلها على العين السهرايه واسيبها على راحتها خالص. نحط ميه كفايه بالزياده عشان ما تنشفش، وهدي عليها النار خالص، اسيبها لما تستوى. قبل ما اطلع اللحمه ب10 دقايق حطيت الملح وسبتها ال10 دقايق، وصفيت بقى اللحمه بتاعتي بالمقصوصه وطلعتها حطيتها في الطاجن. ونشوف بقى الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. بعتذر لكم ان انا ما صورتش الشوربه بتاعتها رهيبه، طعمها تحفه، اكنك بتشربي شوربه لحمه عاديه، طعمها حلو قوي. سخنت الطاسه بتاعتي قوي، وكنت فارمه بصلتين كبار، نزلت بيهم من غير ما احط السمنه. اللي متابعيني هم اللي عارفين الخطوه دي بتخلصني من روايح الكريهه اللي في البصل، والابخره اللي بتبقى طالعه دي بتبقى كلها ريحه مش حلوه. اقلب بقى البصل كده شويه لحد ما يعني يبتدي ايه يتخلص من الريحه.
وانزل بالسمنه بتاعتي اهي، معلقه سمنه بلدي وحبه زيت نباتي. ضروري حبه الزيت دول بيظبطوا الاكل قوي، بس ضروري يكون زيت نباتي ما يكونش زيت تموين عشان ما يبوظليش الوصفه بتاعتي. واقلب بقى كده البصل بتاعي، اقلبه شويه، وهنزل بمعلقه صغيره مليانه توم مفروم. تمام. هو زادوا مني شويه عشان انا غرفت كده من الطبق كان فيه توم كتير، حطي معلقه صغيره كفايه. وابتدي بقى اقلب كده المكونات بتاعتي لحد ما البصله تدبل. انا مش هحمرها، انا لما البصله تبتدي تسخن كده معايا بخلي النار متوسطه عشان ما تتحمرش مني. الخطوه دي مش بتخليها تتحمر. ونزلت بقى كده بقرنين فلفل حراقين. حطي بقى على قد ما انت بتحبي، لو ما بتحبيش الحراق حطي فلفل بارد، بس ضروري الفلفل بيظبط الوصفه بتاعتي قوي. تمام. واقلب بقى كده شويه. شوف البصله بقى لونها غير خالص، هي داخله بصوا اصفرت خالص اهي ودبلت، وفي نفس الوقت ما اتحمرتش. ومقطعه بقى 3 طماطمات كبار ونزلت بيهم بقى اقلب كده لحد ما الطماطم بقى ايه كده ايه تنشف وتتسبك. الطماطم اتسبكت، ومجهزه بقى البهارات بتاعتي، طبعا هي اللي بتغير طعم الطاجن خالص. معايا حوالي نص حبايه جوز الطيب، بشرت زي نص حبايه كده. وبرضو نص معلقه بهارات لحمه، واقل شويه لان انا عامله البهارات في البيت فبتبقى قويه حبتين. ومعايا حوالي نص معلقة كزبرة ناشفة، وربع معلقة كمون، المعيار بالمعلقة الصغيرة. وحطيت فلفل اسود، وهنزل اهو بالملح واظبط الطعم بتاعي. يعني كده لما اجهز الطاجن بتاعي ادوق كده واشوف ايه اللي ناقص. وهنزل بكم كبشة شوربة، ونزلت بمرقة خضار زي ما احنا متعودين، ومعلقة صغيرة سكر. التكات دي بتدي الوصفة تست عالي قوي. وضروري ادوب مرقة الخضار. معلش هي ما اتصورتش، بس هي دي الاضافات اللي انا حطيتها. واقلب بقى المكونات بتاعتي كده واظبط الطعم، وانزل بقى بيها ايه على اللحمة بتاعتي بعد ما حطيتها في الطاجن. واغطي اللحمة بالصوص اللي انا عاملاه. ضروري اغطي اللحمة وهي هتتشرب في الفرن. وضروري احط الطاجن بتاعي في صاج زي ما احنا متعودين، ودخلتها الفرن على اعلى درجة حرارة. وبعد نص ساعة خليت الحرارة حوالي 200، واللحمة بتاعتي اتعملت تحفة بجد. هتاكلي اجمل طاجن لحمة. وممكن بقى تاكليها كده مسلوقة وشوربة، بجد طعمها هايل هتعجبكم قوي. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. استودعكم الله واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.